السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مباراة يعني يستطيع من خلالها الأبيض الإماراتي أن يقدم مباراة كبيرة ويرفعون شعار الفوز كما قالت جريدة البيان الإماراتية بأن الأبيض يرفع راية الفوز أمام أسود الرافدين. وهنا لدينا الله، هذا اللي يرفع الراس، هذا اللي يرفع الراس. علاء عباس يسجل لمصلحة المنتخب العراقي من خلال الكرة الماضية، استلام نقلة الله على تحرك من خلال هذه الكرة. يسجل الاباتشي علاء عباس، من علاء إلى علاء، من علاء إلى علاء، من الزهرة إلى عباس في دين. ممكن لكن عموما بطاقة صفراء أخرى موجودة في المباراة. كرة منقولة في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب العراقي رأسية، لكنها أيضا تصل إلى أعلى أعداء، لا زالت خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي. ولدينا الله، لا يسجل للعراق إلا علاء، لا لن يسجل للعراق إلا علاء عبد الزهر. تلعب مرة ثانية خطيرة، جول خطيرة وجول في غفلة من دفاع المنتخب القطري. محمد قاسم يفعلها ويسجل الجول الأول المفاجئ. جول، يا سلام عليك يا محمد يا قاسم، ثنائية ولا أروع. ما هذا الذي يحدث في استاد خليفة الدولي في مباراة الافتتاح؟ ما هذا الذي يفعله المجانين؟ أخرى السيطرة حاضرة من صفا هادي يتقدم، والآن تأتي الصافرة. يا أخي ما أدري والله، يمكن في هدف مبكر في المباراة. أعتقد التسديدة ربما تأتي الآن، اللعبة تلحق الجول. ميمي في ملعبه يسجل الجول الأول. لعبها علي فايز، صدت من السيد إبراهيم، المتابعة حاضرة. ومهند علي الذي صام في كل المباريات الثلاث السابقة الآن يتمكن من الوصول حارس المرمى، وبالتالي أتت المتابعة. تياغو وجناح شمال كان حاضر بشكل جميل. ودي فرصة ولد، فرصة ولد، فرصة ولد. لا 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 التسلل في توقيت رائع، لعب على خط واحد. التوقيت اللي خد فيه القرار، ثم الإحساس بالمكان بأقدام فنان. يتقدم بثاني أهداف اللقاء، وخطأ لثاني مرة من حارس المرمى سيد شبر صاحب ال35 سنة، يخطئ كما لم يخطئ من قبل في كرتين متتاليتين. الله 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 عليك يا إبراهيم.